هتكوني مبسوطة لما ابوك يكون مديون. معاكم سامح علي، وده بودكاست فك شفرة العقل الذكوري. بتدخلي طبعا على جهازك وعايزة كل حاجة، وعايزة تبقي من أحسن من أي حد، وعايزة تبقي مختلفة، فبترهقي أبوكي بحاجات هي ملهاش لازمة بصراحة، ويروح يتدين وياخد قروض ويمضي على الوصولات عشان يجهزك. وبدل ما هو بيجهزك عشان يديك الراجل يحافظ عليكي وانت ترتاحي وهو يرتاح، لا، بترهقيه لمدة 5 سنين 10 سنين، بعد كده بيدفع في اقساط جهازك ما بين فرن 50 لتر، وميكروويف، وغسالة اطباق، وخمس ست أطقم حلل ملهمش لازمة، لأن انت في الآخر هتستعملي طقمة واتنين من ده كله. وتقعدي بقى، بدل ما انت تكوني مبسوطة وسعيدة في الجواز، ما انت اتجوزتي في خلاص، يعني في مرحلة في حياتك خلصت، لا، بتتنكدي. هقولك ازاي بتتنكدي. كده كده دول اهلك، واخبارهم كده كده انت عارفاها. فلما امك تتصل بيكي او تروح لهم البيت، بتلاقي ابوك قاعد زعلان ومتنكد. بابا ماله؟ اصل المفروض ان هو بعد 3 ايام هيدفع قسط مش عارف ايه. لا، هاتي اللي على قدك، وهاتي اللي تستخدميه، وهاتي اللي انت فعلا محتاجاه. انما اي كماليات عشان تعجبي الناس وتبقي زي بنت طنط منيرة وبنت خالتي بهيرة، لا، كده مش تفكير واقعي، ولا كده احنا بنفتح بيوت، كده احنا بنتباهى بس. لمتابعة المزيد من التسريبات دوس على الرابط اللي في البايو.